كينج اللعبة معاكم بولا سمير وحلقة جديدة من يوميات دوري أبطال أوروبا وخروج ريال مدريد وخروج اي سي ميلان بعد توقعي ان هو يكون ده طرفي النهائي. طبعا يعني سيبك من توقعاتي في الزبالة، وطبعا حدث اكتر حاجة عكس المتوقع. حاجات كانت يعني احداث غريبة جدا في نص نهائي دوري أبطال أوروبا. عندنا كلام مهم جدا على ماتش ريال مدريد ومانشستر سيتي، فضيحة دوري الأبطال الموسم ده. وعندنا كلام مهم جدا على ديربي الغضب انتر ميلان واي سي ميلان. الواحد مش عارف يقول ايه ولا يعني. هو ده حال الواحد دلوقتي اللي هو لابسه ده بيعبر عن حال الواحد في الحاله السوداء اللي هو عايش فيها. اعمل لايك للفيديو لو سمحت، يعني لو هستأذنك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو مش مشترك، وتفعل زر الجرس لو سمحت. لايف رياكشن وحلقه بعد الماتشين، يعني اتمنى تكون انت بتقدر اللي بيحصل. يلا بينا ندخل في الحلقه على طول. نبدأ منين ولا منين؟ نبدأ من ماتش الريال والسيتي ولا نبدأ من ماتش اي سي ميلان وانتر ميلان؟ خلينا نبدأ من ماتش الريال والسيتي لأن فيه كلام مهم جدا لازم يتقال فيه. مبدئيا ريال مدريد خرج خروج مستحق، لازم ريال مدريد ما كانش يتأهل، السيتي كان أحق ان هو يتأهل. انا بكلمك، انا بشجع الريال وبعشق الريال وكان نفسي الريال يتأهل. وفي حلقة قبل نص النهائي اتكلمت وقلت لو انت اتفرجت على الحلقه قلت ان ده فريق اعجازي، فريق مش طبيعي. الفريق اللي بيعمله السيتي في اي فريق في العالم هو حاجه مش طبيعيه. لو الريال اتاهل، انا حتى لما اتكلمت في الحلقه قبل المطوشه قلت هيبقى حدث هيشهد عليه التاريخ كله. مشجعين الريال لازم يمشوا بعد كده رافعين راسهم بطريقه لا توصف، لان انت كنت هتطلع فريق بقاله سنين وسنين بيتبنى علشان خاطر يوصل بالفورمه اللي هو فيها. السنه اللي فاتت كانت طفره، كانت حاجة إعجازية، كان حدث تاريخي. أنت تقعد تفتكره إن أنت طلعت السيتي في الدقيقة 89 وكده، لكن أنت تيجي لأرض الواقع أنت كنت هتطلع. أنت كان لازم باللعيبة اللي عندك باللي أنت بتعمله بأداء السيتي أقوى منك. أنا مش بقولك إن أنت واطي أوي 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 لدرجة القحط، ولكن السيتي اللي عالي أوي أوي، عالي بطريقة أنت مش فيها وبعيد أوي عنها. ففي فرق قدرات ما بينك وما بين السيتي، ده اللي خلى منظرك طلع بالشكل ده. انت ما خسرتش وما طلعتش، انت اتفضحت. 4-0 في ماتش الاياب، ما عرفتش تكسبهم اصلا في ماتش الذهاب 1-1 على ملعبك بأداء وحش وسيء. يمكن من اهم الاسباب اللي خلتني ما عملتش اصلا حلقة بعد دور الذهاب الاداء يعني مش لاقي لفظ اقدر اوصف بيه اداء ريال مدريد في ماتش الذهاب في ملعب يعني هتقولي طب وامبارح الفضيحة، ماشي، ده على ملعبهم وده وسط جماهيرهم ودي قوتهم وهم جايين روحهم المعنوية، ولكن ماتش الذهاب ده عليه 60% من اللي حصل في ماتش الإياب. ماتش الذهاب ده على ملعبك وسط جماهيرك، انت عندك الدافع، انت اللي عندك القوة، انت اللي عندك الروح المعنوية اعلى منهم من اللي انت عملته فيهم السنة اللي فاتت. الاداء اول 30 35 دقيقة في الماتش السيتي دعكك في ملعبك، مش مخليك عارف تتنفس كورة، مش عارف تتحرك، مش عارف تطلع، خلاك واقف كده في الملعب فاقد شغفك وفاقد املك وفاقد كورتك وفاقد تفكيرك وفاقد تركيزك. كل حاجه غلط فيك، ما بتعملش اي حاجه صح في الماتش، لغايه لما من كوره فرديه من فينيسيوس جونيور، كوره كل فين وفين بتروح بهجمه فينيسيوس جونيور من كوره فرديه من شوطه بعيده وراح دخل جاب لك الجون. والسيتي راح وضيع وقعد يهاجم فيك لغايه لما جه الوقت وجاب الجون التعادل من دي بروين. كان طبيعي، كان طبيعي ان هو يجيب فيك جون، بس مش الطبيعي ان انت تتعادل على ملعبك. ده اللي خلاك طالع راسك في الارض من بعد ماتش الذهاب، رايح لهم في الاياب مستني معجزه، والمعجزه مش هتحصل، مش هتقعد تحصل لك كل شويه المعجزه. الكوره مش هتفضل تقول لك لا انا معاك انا معاك انا، لا، في فريق بيتعب غيرك، في فريق بيصرف، في فريق بيجيب لعيبه، في فريق بيحضر كويس، في فريق الدكه زي الاساسي عنده. انت الاساسي اصلا ضعيف. انا اسف ان امبارح انا من اكتر الناس اللي كانت انا لغايه دلوقتي مقتنع جدا بكامافينجا وشايفه هيبقى من العناصر الاساسيه في تاريخ الريال لو استمر بنفس ادائه ده، ولكن امبارح كامافينجا كان من عناصر الضعف، من اكتر العناصر السلبيه اللي كانت ظاهره في الماتش. كان كامافينجا لعيب مش بيلعب في مركزه، لعيب مضغوط، ماتش كبير زي ده، لعيبه بكواليتي السيتي ضغطوه استفادوا منه لعبوا عليه احلى لعب. الاجوان جت من عليه واجوان جت من ناحيته واجوان جت بسببه. الجون بتاع برناردو سيلفا الثاني اتفرج على تحركه في الجون، يعني ما فيش كده. ده مش بسببه، ده بسبب ان انت ما عندكش الاساسي بتاعه مندي. فانت بتبين قد ايه فقرك في مركز زي ده. نص الملعب امبارح كروس ومودريتش وفالفيردي اسوأ مما تتخيل.
مفيش كده يعني، مفيش سوق بالاسلوب ده. مودريتش راجع من اصابه ما قدرش يكمل وراح طلع. التبديله الاعجازيه اللي انشيلوتي عملها بنزول روديجر ولعب باتنين قلبين دفاع وراح طلع كله قدام، ولا اكنك فريق بتلعب من غير تفكير، ولا اكنك عارف بتعمل ايه. وباين عيل صغير بيلعب السيتي فرقه درجه رابعه. اهانه، ماتش هان ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا، البطوله اللي انت بتحلف وتتحالف بيها. امبارح كل حاجه احرجتك. ماتش لازم بعد الماتش ده تفوير في الفرقه. اللعيبه الكبيره في السن اللي بقالها سنين قاعده تمشي، لازم تعرف ان انت محتاج صفقات. مش هفضل انا عشمان في لعيبه برازيليين ومواهب بتجيبالي عندهم 16 17 سنه واقعد اصبر عليهم 50 سنه قدام لغايه لما يطلعوا لي. يعني انت ريال مدريد، انت ريال مدريد، افهم ابوس رجلك يا بيريز. اللي بيحصل في الريال ده غلط. والسنه اللي فاتت كان كل ماتش وكل دور بيعدي بمعجزه، من باريس لتشيلسي للسيتي لليفربول في النهائي، كل ماتش معجزه، هي بطوله المعجزات. حصل، انت عايز بقى ده يحصل معاك تاني؟ لا مش هيحصل معاك تاني. اهو بقى منظرك اهو 4-0. مفيش اسوأ من كده في الكوره. الاهانه اللي حصلت لك نتيجه واداء ومنظرك قدام العالم كله فضحك. امبارح ريال مدريد بنتكلم على سلبياته، لازم تدي السيتي ايجابياته، ولازم تدي اللي جوارديولا عمله في الريال ذهاب واياب، واللي جوارديولا بيفضل يعمله في الريال دايما. جوارديولا بيطلع الريال على طول ومتعود بيعمل كده في الريال على طول، مدرب عبقري مفيش في الذكاء جوارديولا ابدا. من التشكيله الاساسيه للتبديلات للتكتيكه في الماتش نفسه لتحركات لعيبته للتيم وورك اللي بيحصل في السيتي من زمان، بيقول لك قد ايه ان الفريق ده هو عارف هو بيعمل ايه. داخل دلوقتي على موسم ممكن ياخد فيه خماسيه. السيتي داخل زي ما قلت لك على 5 بطولات، دوري انجليزي خلاص قرب يحسمه، دوري ابطال اوروبا، عنده الكاس، عنده بطوله خلاص، لو اخد دوري الابطال هيبقى عنده كاس العالم، هيبقى عنده السوبر الاوروبي. داخل على موسم خماسيه، موسم بيستناه جماهير السيتي وبيستناه لعيبه السيتي وجوارديولا من سنين. خلاص هم عملوا كل حاجه علشان يوصلوا للمرحله دي. خلاص اتعلموا من اخطائهم، جابوا الثغرات اللي عندهم جابوا بيها صفقات، اتعلموا من كل حاجه. هم وصلوا لمرحله مفيش فريق في العالم وصل لها. هو فريق يستحق ان هو يتاهل بجداره على ريال مدريد. كل لعيب من عنده هو نجم في مركزه على مستوى العالم كله. فريق مفيش احسن من كده، مفيش اقوى من كده. السيتي جه للريال في الوقت المظبوط علشان يفضحه. هو ما خسرناش، السيتي ما خسرش الريال، لا فضح الريال. هي ما فيش لفظ اقل من فضحه، لا هو في اعلى من فضحه، بس احنا خلينا في فضحه. اللي حصل في الريال ماتش الاربعه وماتش تاريخي، زيه زي ماتش ليفربول وبرشلونه بتاع الاربعه. زي ما بتقعد تذله وتقعد بقى الرابع سجله اوريجي ومش سجله اوريجي وماتش وفضحتنا وخليت منظر الكره الاسبانيه، انت اتهنت وخل بقى منظرك يصعب على الكافر. امبارح ماتش للتاريخ في أسوأ مراحل ريال مدريد، ماتش هتفتكره بعد كده وهتندم ان انت بتفتكره وهتندم ان انت اتفرجت عليه اصلا. ماتش سيء، ماتش بيفوق ريال مدريد، ماتش لازم يكون حاسم في مواسم ريال مدريد وفي المستقبل، في تفويل لعيبه، في مدرب جاي، في صفقات جايه. لازم يكون ماتش حاسم، لان لو ما حصلش كده استحمل. كنا طول الموسم لما كنا بنكسب ولما كنا بنخسر كنا بنقول نفس الكلام، وارجع للفيديوهات كنا بنقول الريال وحش. اوعى تفتكر ان الريال حلو، احنا بنمشي عشان خاطر بتتسطر بشخصيه الريال. لكن لا، ما نفعتكش، ما نفعتكش شخصيه الريال. البس بقى بالاربعه. ريال مدريد بيخرج خروج مستحق، خروج متوقع على فكره. انا لما كنت بتكلم انا عارف ان انا توقعت ان ريال مدريد يتاهل، وهي يعني فتحه صدر زياده على اللزوم من عندي، ولكن كان فريق وكنت بامل ان يحصل واشوف شخصيه الريال واشوف حاجه مفاجاه، حاجه تاريخيه. ولكن لا، مش خلاص، التاريخيه خلصت، كانت السنه اللي فاتت تاريخيه. طبعا تاول مستحق للسيتي. تعال نتكلم على ماتش انتر ميلان واي سي ميلان الطرف النهائي الثاني. طبعا ماتش كان جامد جدا، تعال نتكلم عليه بتفاصيله. في تاني مفاجآت، يعني هو تحس نص النهائي هو بتاع المفاجآت، بس في تاني مفاجآت يعني من بدايه ماتش الذهاب على ملعب اي سي ميلان، في بدايه كده الماتش في اول 9 8 دقايق ديجيكو بيجيب جون. بيدخل بعد كده في حاجه و20 بيدخل مختريان بيجيب الجول الثاني لانتر ميلان في ماتش غريب، ماتش اقل ما يوصف ان هي قمه المفاجآت في دوري الابطال في الموسم ده. يعني مش بتكلم عن نص النهائي، بتكلم عن موسم. انت بتتكلم في ديربي، في ماتش الجماهير كلها مستنياه والعالم كله مستنياه، ماتش قوي جدا وماتش كرة ايطاليه ودفاع. هو ماتش كميه الانفتاح.
انت اول نص ساعه 2-0 الانتر ميلان على ملعب اي سي ميلان، اللي هو في عميان بيحصل للميلان، في حاجه غلط بتحصل للعيبه وللجماهير ولبيولي، في يعني فين ده؟ انا ما كنت بتكلم بقول ان ماتش هيبقى ند بند، لا انا اسف، هو ما كانش ند بند. ند بند ايه ده؟ انتر ميلان وانزاجي عملوا حفله على الايسي. بص يعني طلعوهم اسوأ خروج ممكن يخرجوه، ده ما كانوش اتأهلوا نص النهائي احسن. انتر ميلان بيثبت ان هو قوي قوي وبيحرج الميلان قوي. يعني الميلان بعد ما تأهل وبعد ما قعدت اتكلم وفي الحلقه وقلت لك ان اخر 4 ماتشات الانتر كان بيكسب الميلان، وده مش مبرر، الميلان ممكن يوصل وممكن يعمل والماتشة دي ملهاش، لا ده كعبه عالي قوي. ده كعبه عالي من كتر ما هو عالي داس على الميلان. انا اسف، انا بتكلم في ماتشين هما كانوا بمثابه احراج وخروج مهزأ للميلان من البطوله. يعني ما خرجش عادي كده فريق خسر فبطوله بقى وجوان وكده وطلع، لا ده تان. يعني الميلان تان في ديربي زي ده ما بين فرقتين زي دول تطلع بالشكل ده، يعني يخرب بيت الاحراج. انتر ميلان وفريق انزاجي اللي لازم تحييهم سكواد كامل من كل الجوانب من الدكه، وده على فكره اللي احنا قلناه في الحلقه بتاعت ما قبل نص النهائي، وقلنا ان الدكه هيبقى عليها عامل، وان هيكون انتر ميلان عنده الموضوع ده احسن من اي سي ميلان. اي سي ميلان عندهم يعني طبعا كنا بنتكلم على بن ناصر، وفي ماتش الذهاب اصلا في اول تلت ساعه اتصاب وطلع ما كانش قادر. الميلان ما فيش حاجه كانت واقفه في صفه الصراحه. يعني الدفاع، خط الدفاع ده يمكن اسوأ اداء ممكن تشوفه للميلان في دفاعيا في اللي حصل في الماتشين دول. ده اول نص ساعه في ماتش الذهاب خط الدفاع تحسه ما جاش، يعني تحس ان بجد هم بيلعبوا ناقصين 4 اللي هم بتوع خط الدفاع دول. اداء غريب قوي الميلان، يعني اداء مش متوقع. يعني الميلان احنا شفناه بيلاعب نابولي وبيلعب في الدوري الايطالي مش بالاداء ده ابدا، يعني مش بالسذاجه وبعدم القدره ان انت مش قادر تعمل حاجه. ما جبتش جون، حتى انت ما جبتش جون. في ماتش الاياب كان ماسك كوره وكان بيحاول وكان قريب، وفي بدايه الماتش لو كان جاب كان الماتش ممكن يولع. لكن الانتر قوي، يعني هو الانتر دفاعيا قوي جدا. ونانا عمل ماتش مميز جدا، وعلى فكره مونيه عمل برضك حارس الميلان عمل ماتش قوي جدا جدا جدا. ولكن طب ما كورتوا في الريال عمل ماتش ومن نجوم الريال وشال 4، مش مبرر الاوجاع دي بقى. فانتر ميلان كان احق باداء الماتشين وبالاداء اللي هو بيعمله، فهو انتر ميلان كان احق. بص هو ما فيش فريق اتاهل حظ، الفريقين اللي اتاهلوا السيتي والميلان والانتر الاثنين يتاهلوا عن جداره. يعني هم فعلا في نصين النهائي اثبتوا ان احنا الاحق نكون في النهائي. طبعا الانتر عنده مشاكل وعنده عيوب هيواجهها قدام السيتي. يعني السيتي بقى الله يكون في عون انتر ميلان، يعني لما يقابل السيتي ويقابل بقى لعيبه السيتي والمستوى ده، سيبك بقى من اي سي ميلان ولا بقى السيتي بقى، السيتي في النهائي بقى كلام تاني ولاعيبه تانيه وكواليتي تاني، ويعني الله يكون في عون انتر ميلان. ولكن الكوره ما فيهاش مستحيل، وده كلام احنا بنسكت بيه نفسينا. السيتي هيعمل معاهم الجلاشه معروفه بقى. كفايه بقى ايه، كفايه بقى توقعات وفتي بقى، والسيتي خلاص هي البطوله دي بتاع السيتي، هم بيعملوا كل ده من سنين عشان ياخدوا البطوله دي وهياخدوها. بس الانتر يحسب له اللي هو عمله مع الميلان، هان الميلان طلعه بصوره يعني محرجه جدا، وهو اتاهل بصوره مشرفه جدا ليه ولجماهيره. اللعيبه كلها لو طاروا في ماتش الاياب، يعني ماتش الاياب برده كسبوا 1-0 طبيعي كان على ملعبهم، ولكن كسبوا ذهاب واياب. يعني الله يكون في عون جماهير اي سي ميلان بعد السنين دي كلها، وبعد ما وصلوا لمرحله زي نص نهائي دوري الابطال يخرجوا بالصوره دي ومن انتر ميلان. الله يكون في عونكم الصراحه. وطبعا جماهير الانتر يعني مفيش احسن من كده، هم يستحقوها، كواليتي يستحق وسكواد يستحق. هيبقى نهائي يعني الى حد ما نهائي كويس ما بين السيتي والانتر. يا رب ما نتمناش ان هو يكون سيتي بس ويبدا بقى 50-60-0 كده، نتمنى يكون ماتش كوره ان احنا مش فارق معانا مين يكسب، ولكن هيبقى نهائي كويس، نهائي هيبقى الى حد ما جاي، يعني هنشوف فيه كوره. لو الانتر ما شافش منظر هالاند والشباب الحلوه دي وكاش ممكن نشوف فيه كوره. يعني لو الانتر مش باقي على حاجه ورميها ان شاء الله نشوف كوره، وان شاء الله السيتي هيكسب كده كده، يعني دي ما فيهاش توقعات. وان شاء الله اللي جاي يكون احسن للريال ولا للايسي ولا للانتر ولا للسيتي. السيتي احسن من كده، احسن من كده ايه بقى، ارحمونا. لو وصلت معايا هنا اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه وفعل زر الجرس، وهنا اقدر اقول لك سلام سلام سلام.